في القروبات نايمين لا يردون. ما الحل؟ رسالة للعضو الجديد في شركة DXN: أخي الرائد الجديد، من الطبيعي أن تدخل قروبات فيها أعضاء صامتون أو لا يتفاعلون. هذه ليست نهاية الطريق، بل هي بداية تحد يكشف معدن القادة الحقيقيين. في نظام DXN لا نقيس النجاح بعدد من يرد، بل بمدى إصرارك على الاستمرار ودعوة المزيد حتى تصل إلى القلوب التي تبحث عن التغيير. 10 فوائد عملية للتعامل مع القروبات الصامتة. الأولى: تعلموا الصبر والثبات في مواجهة البرود واللامبالاة. الثاني: اكتشاف من هم الجادون فعلا في العمل. الثالث: صقل مهاراتك في التواصل المستمر رغم ضعف التفاعل. الرابعة: زيادة خبرتك في إدارة المجموعات والفرق. الخامس: تمرين نفسك على الدعوة بلا كلل أو ملل. السادس: بناء شخصية قيادية تتحمل المواقف الصعبة. السابع: تحويل القروبات إلى أرشيف معلومات ومراجع مهمة للمهتمين لاحقاً. الثامن: اكتساب عادة العمل رغم الظروف غير المثالية. التاسع: التمييز بين من يستحق وقتك ومن لا يستحق. العاشر: رفع مستوى طاقتك الإيجابية لأنك تعمل لله ثم لأهدافك لا لردود الآخرين. 10 فوائد مباشرة لتحفيزك أكثر. الأولى: كل رسالة تكتبها قد تصل لشخص جاد يغير مستقبله. الثاني: استمرارك يثبت أنك قائد لا يتأثر بسكون الآخرين. الثالث: الصمت في القروبات لا يعني الرفض، بل قد يكون انتظاراً للفرصة المناسبة. الرابع: تواجدك المستمر يبني ثقة المتابعين بك حتى لو لم يعلقوا. الخامس: الإصرار يميزك عن آلاف المتساقطين الذين يتركون العمل عند أول اختبار. السادسة: رسائلك قد تحفظ وتقرأ في وقت لاحق وتثمر. السابعة: كل دعوة تقوم بها تضعك أقرب لتحقيق أهدافك. الثامن: بقاؤك حاضراً يعني أنك تعمل بمنهجية لا بردود الأفعال. التاسع: قد تفاجأ يوماً بأحد الصامتين ينضم إليك بقوة لأنه كان يراقب بصمت. العاشر: النجاح ليس أن يصفق لك الجميع، بل أن تصل أنت إلى القمة بثبات. 10 مخاطر للتأخر عن معالجة هذا الأمر. 1. الاستسلام للصمت يؤدي إلى توقف عملك. الثاني: فقدان الفرص الثمينة التي كانت تنتظر صبرك. الثالث: السماح للإحباط بالسيطرة على نفسيتك. الرابع: إعطاء رسالة سلبية لفريقك بأنك ضعيف أمام التحديات. الخامس: تضييع وقتك في انتظار ردود لن تأتي. السادس: ترك القروبات للركود بدل أن تحييها بالجدية. 7. خسارة بناء شخصيتك القيادية. الثامن: انشغالك بغير الجادين بدل البحث عن الإيجابيين. 9. التراجع خطوة بعد خطوة حتى تنقطع عن العمل. 10. أن تكون مثل آلاف الذين بدأوا بحماس ثم توقفوا بسبب الردود القليلة. أخي الجديد، اجعل من صمت القروبات مفتاحاً لاختبار جديتك، فإن ثبت وصبرت سترى من يخرج من بين الصامتين ليكون وقود نجاحك. أخوكم ومحبكم السفير الملكي جمال المسعدي. 22 عاماً من العمل والبناء بتوفيق الله مع شركة DXN العالمية.